أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف نوفق بين الحزم وأن لا نخاف في الله لومة لائم وبين اللين والرحمة؟ أبو بكر، أريد أن أتكلم في مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر: أرحم الناس بأمتي، أو قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أرحم الناس بأمتي. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجل أسيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، قالت عائشة: يا رسول الله إن أبي رجل أسيف. أسيف هو الذي يبكي كثيرا، أو بين قوسين شديد الحزن. لهذا أسيف قيل أنها تطلق أيضا على الأسير. وأيضا يوسف عليه السلام قيل أن اسمه يوسف من يؤسف من الأسيف أي السجين في لغة العرب، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، يبكي كثيرا ويبكي كثيرا. أريد أن أتكلم وأفصل. الآن كان قلبه لينا. عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعمر أشد الناس في الحق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا شخصيتان. الأولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان رقيقا أسيفا يبكي دمعه على عينه، هذه أولى. عمر كان شديدا في الحق، قوة. لتعلم أن الكمال لله. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل من ينهار؟ ما يستوعب أبو بكر أم عمر رضي الله تعالى عنه؟ الأصل من؟ الأصل أبو بكر رضي الله تعالى، لأنه رجل أسيف. لكن المشاعر لا علاقة لها بالعقول. المشاعر ربما لا علاقة، ربما الرجل يؤتى خشية عظيمة لكنه عند الحزم كالسيف. عمر بن الخطاب على شدته رضي الله تعالى عنه، لما وصل له خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم حمل سيفه، قال: من قال إن محمدا قد مات أقطع عنقه، ما هي إلا غيبة غابها كموسى وسيعود. وهو رجل شديد في الحق، الأصل عمر أن يثبت. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والأصل أن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي ينهار، أليس كذلك؟ لكن لماذا هنا؟ اسمع، لماذا ثبت الله جل وعز أبا بكر؟ هذا دليل أن لا تحكم على ظاهر المرء، فربما يأتيك الحزم من أرق الناس قلوبا. أرق الناس قلوبا. ثبت الله جل وعز شانه أبا بكر، ثبته في موقف انهار به الرجال. يعني قيل أحد الصحابة، قيل المقداد، قال: اللهم إن كان هذا الخبر صحيحا فخذ بصري حتى لا أرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فأخذ بصره. وقال أحد الصحابة: اللهم إن كان هذا الخبر صحيحا فتوفني الآن، فمات من ساعته. عثمان ما استطاع أن يمشي. عثمان يقوم الناس ويسقط، علم. عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فقبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا، ثم صعد المنبر قال: اهدى يا عمر. وعمر: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه. وأبو بكر: اهدى يا عمر. من قال إن محمد، فقال: اجمع لي الناس. وترك عمر فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما قال النبي حتى ما يستثير العواطف، قال محمد اسمه مجرد ليخبرهم أن محمدا بشر. هنا عمر أخشي عليه، عمر رضي الله تعالى أخشي عليه. لهكذا طبيعة الرجل ليس كالمرأة، بمعنى الرجل بحد ذاته ربما باطنه خلاف الظاهر. عمر الحزم والشدة، لكنه ما طاق خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر اللين والرأفة، لكنه أيضا تحمل بقوة خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: حروب الردة، دخل عمر على أبي بكر قال: كيف تقتل أناس أو تقاتل أناس قالوا لا إله إلا الله؟ تحتاج حزم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. تصور حزم، رغم أن أبا بكر رضي الله عنه أرأف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم الناس بأمتي، يعني أرحم الناس، ومع هذا قاتل المرتدين. أيضا جمع المصحف، عمر رضي الله عنه كان يأبى جمع المصحف، وأبو بكر يصر على جمع المصحف، حتى قال عمر: فلما رأيت انشراح صدره علمت أنه الحق. إذا لماذا؟ حتى تأخذ أن أشد الناس رحمة ربما إذا حزم كالسيف، يحزم كالسيف. لهذا
دائما اخشى من أصحاب القلوب الرحيمة، دائما اخشى من أصحاب القلوب الرحيمة. أولئك القوم الذين أحيانا فيهم شدة وحدة ربما يلينون، لكن الذين في قلوبهم رأفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر أرحم الناس بأمتي، ومع هذا وقف وقفة لم يقفها أحد في حروب الردة، في جمع المصحف، في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم